مساء الفل يا فندم. ميرسي جدا. منورانا. ليا الشرف ان يبقى اول بودكاست معاكي. طبعا احنا عشرة طويل. البودكاست بتاعنا النهارده اللي عايشين زينا، اللي بيشتغل اللي ما بيشتغلش، ربة منزل، عندهم اطفال ما عندهمش، وشايفين ان رتم الحياه سريع زياده عنهم وان هم مش ملاحقين وفايتهم حاجات كتير. فاحنا البودكاست بتاعنا وانتي معانا النهارده عشان نوري الناس، لا الناس عايشه حياه عاديه والناس مبسوطه والدنيا حلوه ومفيش حاجه فايتانا. كل الانجازات اللي بنشوفها في الحاجات الكبيره او لينكدين وفيسبوك والانستجرام والاي اي واحده واحده. صح، احنا اساسا مش احنا مسجلين ليه اساسا. بس فاول حاجه عرفينا بنفسك كده. اولا يعني انا اتشرفت ان انا اكون معاكي في اللقاء ده، واول بودكاست دي حاجه بالنسبه لي، يعني انا كده بالنسبه لي بمثل حاجه مهمه جدا، وده بجد شرف ليا ان انا اطلع معاكي في اول بودكاست ليكي، وان شاء الله من نجاح لنجاح. انا غاده، صيدلانيه، عندي 36 سنه، ام وتعول 3 اطفال، يعني هنقول وابوهم كمان يبقى كده 4 أو 5 مش مشكله. عندي 3 اطفال. بشتغل بلس برضو ربة منزل بجانب الشغل كده، بس الدنيا كويسة. ايه اكتر حاجه حاسه ان انت مستغرباها في الدنيا اللي حوالينا، سواء بقى في الشغل، في الحياه، في التعامل مع الناس؟ ممكن عشان احنا عدينا بمراحل كتير قوي الفترة اللي فاتت، بس حاسة ان انا بقيت بستغرب نفسي عن الحياة نفسها. يعني الحياة بقى رتمها السرعة اللي بقينا فيها دي انا مستغرباها، بس مش مستغرباها قوي. انا مشكلتي بس ان انا بقيت بحس ان انا مش عارفة اعبر عن نفسي او عن القيم اللي انا اتربيت عليها في وسط المجتمع في الفترة دي أو في الحقبة الزمنية اللي احنا بنعيشها. حاسة إن احنا عندنا values، هل هي over rated ولا مش موجودة، ولا الحاجات دي احنا اتربينا عليها غلط؟ فأنت المفروض تعيشي بشكل مناسب وتكوني زي الناس. يعني اللي بينافق ده بقى عادي، اللي بيكذب ده بقى عادي، اللي بقى عنده سوشيال انتليجنس ومسمينه مش عارف ايه، اصل ده الذكاء الاجتماعي، وهو اصلا ليه مسمى تاني عندنا في الاسلام ان انا بنافقك في كلام. لا يعني بحس ان انا في حاجات، يعني يا اما انا اللي عندي فيه مشكله، يا اما المجتمع اللي بقى غريب، وانت الى حد ما بتبقي في تشالنج او في كونفليكت ما بينك وما بين نفسك، عايزه تشوفي انت صح ولا المجتمع صح، وعايزه توصلي لمور بالانس موديول تبتدي تتعاملي بيه في الحياه عشان تبقي على الاقل زيهم، ماشيه معاهم. شفتي انا ماشيه والحياه ماشيه. انما انت بتبقي حاسه ان انت ايه ده، انا بعمل كده، انا المفروض انا اللي غلط ولا الناس دي صح؟ يعني اقول كلمه حق. انت عايز توصلي، بس طول انا عندي قيم مثلا ان انا عشان اوصل لازم ما اذيش حد، ما اظلمش حد، ما اقولش غير كلمه الحق حتى لو هي دي هتضرني انا شخصيا. دي قيم احنا المفروض يعني تعتبر اتنست دلوقتي. انا عايزه اوصل مثلا لبوزيشن معين، عايزه اوصل لسالري معين، عايزه اوصل لان انا اعيش في موديول او في حياه سوشيال لايف تكون قريبه من واحده صاحبتي بتودي ولادها النادي، بتطلعهم من النادي نروح لا ناكل نتعشى في كافيه وناخد الدرينك بتاعنا في مش عارف ايه. فانا بقيت بحس ان احنا، يعني انا بشفق على الاجيال اللي جايه من المسلسلات اللي انا بشوفها. تحس ان المسلسلات اصلا ايه ده الشرب ده عادي، ايه يا جماعه ده انتوا بتهزروا؟ ده اساسا اللي داخل لنا احنا بيوتنا. انت بتشوفي الحاجات دي في شاهد، تخيلي انت ابنك مثلا 8 9 سنين وبيشوف حاجه زي كده من وهو 8 9 سنين، وازاي هتقدري تقنعي ابنك او بنتك ان لا ده غلط وده صح؟ طب ما هو الناس بتعمله اهو، وده بيتعرض على شاشات التلفزيون، فانت انا ازاي هقنعه ان لا يا حبيبي ده في حاجات ما بتحصلش في الحياه؟ والحقيقي لو انا يعني انا فعلا لا، في مجتمعات عايشه في ده عادي، بتشرب عادي البيكيني، ان احنا نلبس اللبس اللي هو الاوفر. احنا اي ثينك انت لو لبستي ضيق فبتحسي ان انت ايه ده انا مكسوفه، ده انا طلعت من المله ولا ايه، انا شويه وهقلع الحجاب ولا إيه؟ فبتحسي ان انت بقى عندك قناعات، رغم ان احنا مش دينيا بشكل كامل ولا عندنا الحته الدينيه يعني والوعي الديني بشكل قوي، بس ستيل عندك some values او some حاجات انت اتربيتي عليها، ابوكي او امك حطوها فيكي، بس مش عارفه يعني هتوصليها كمان للاجيال اللي جايه ازاي. انت في صراعات بقى كتير، صراع عايزه فلوس، صراع عايزه اوصل، صراع عايزه اولادي يتربوا صح وزيي وانا صغيره عشان يكبروا على الحته دي، صراع ان انا عايزه امنعهم ما تفتحش عينيك، ما تبصش على شاشات، ما تبصش على ده، وصراع ان انا في حاجات هو بيبص عليها او بنتك بتبص عليها انت مش شايفاها. فانا عايزه اراقب ولادي، عايزه اراقب نفسي،
عايزه ما اقولش ان انا اساسا اخلاقي دي تفضل مستمره، وولادي يوصل لهم ان في حاجات صح وفي حاجات غلط. فانت لازم تقدر تميز ما بين ده وده. كل ولادك عمرك ما هتقدري تحطي ده، لان الثلاث اولاد مثلا او الولدين او ايا كان انت عندك واحد، مفيش طفل زي التاني. تقدري تعلمي ده حاجه وترسخ في دماغه والدنيا تبقى ماشيه معاه بيس وزي الفل. الطفل التاني لا، ما هو انا مقتنع بكده وانا طريقتي كده وانت اللي تمشي نفسك على كده. فانت صعب ان انت توفي او تعملي بالانس ما بين كل ده. طيب وانت بتحاولي بقى تمانج الموضوع ده ازاي؟ هي الجزء بتاع ان انت تحط الطفل في الموقف، لان الاطفال ليها حته مهمه جدا، ما بيتعلمش الحاجه واحنا برضه ستيل يعني لسه عندنا ما بتتعلميش الحاجه غير لو اتحطيتي في الموقف ده. ما ينفعش حد يملي عليكي انت المفروض تعملي كذا او ما تعمليش كذا، لان زي ما قلت لك كل طفل، في طفل بيتقبل ان انت تجبريه وطفل تاني لا متمرد. هو انا لازم اعمل الحاجه واقتنع واغلط وبعد كده افهم ان ده غلط، فبالتالي ايه ببقى عرفت. فان انت تحطي طفل، بس طبعا مش في حاجات قويه يعني مش في معارك قويه، بس لازم تحطيه لا جرب يا حبيبي روح هتمسك مثلا الطاسه دي وهم بيبي عشان يفهم ان هو هيتلسع، فانت لازم تسيبيه. بس يو شود واتش يعني ايه هو بيتعامل مع مين، بيتكلم في ايه، يعني برضو بيروح فين. تبقي انت عارفه حدود الموقف اللي حدود محطوط فيه. الموقف بالظبط. بالنسبه لي انا بحاول شويه قدر الامكان، ما انا قلت لك احنا مش يعني ما عندناش كل النولج الخاصه بديننا ولا عندنا اي حاجه يعني احنا ناس بسيطه ومتربيين الحمد لله مسلمين، بس برضو ما عندناش كل حاجه كامله. طيب عايزين برضو يعني الناس اللي بتسمعنا تبقى حاسه ان اليوم اللي بيعدي عليها بانجازات بسيطه، بحاجات يعني ممكن هي ما تتخيلش ان ده انجاز، توصل لها لا ده انت عامله انجاز كبير. فقولي لي ايه الانجازات اللي انت بتحسي انك لو عملتيها في يومك لا انا مرتاحه، لا ده انا عملت حاجات كبيره. بصي اولا الانجاز يجي ان انت لازم تكوني مقدره لنفسك قبل ما حد يقدر الانجاز اللي انت بتعمليه. يعني دايما احنا ما بنتشكرش على حاجات بسيطه بنعملها في يومنا، بس انا لو جوزي جه قال لي ايه ده ميرسي تسلم ايدك على حاجه ممكن اكون صينيه بطاطس عملت له صينيه جمبري حلوه الراجل ايه ده قال لي تسلم ايدك، دي بالنسبه لي بتخليني عندي باور ان انا بص انا هعمل كل يوم اكل حلو اصناف. فانت حته ان انا الكلمه الحلوه الكلمه الحلوه، جبر الخواطر، ان انا سراوند ماي سيلف، ان انا يكون الناس اللي حواليا تديني الاحساس حتى لو الانجاز بتاعي ده بسيط قدر ان انت ابريشيت ان انا عملت حاجات حلوه رغم بساطتها. ففكره ان انت اساسا تبقي مقتنعه ان اللي انا عاملاه ده انجاز حاجه مهمه، لان انا من جوه نفسي لو انا مش حاسه ان انا بعمل حاجه وده مش حاجه مهمه، انا مجرد ان انا بوصل ابني المدرسه وبجيبه الصبح عشان جوزي ما عندوش وقت فده انجاز. مجرد ان انا برجع بروح شغل وبخلص شغلي وبرجع اخد ابني من الحضانه وبرجع او من المدرسه واخده البيت عشان اقدر اوفر مثلا فتره معينه مزنوقين ماديا في باص في مصاريف فده انجاز. فكره ان انا ادخل المطبخ رغم ان انا راجعه ستريسد من مدير ستريسد من شغل، احنا بطبيعتنا كأنثويات او نساء طبيعه يعني احنا سهل ان احنا ان انت تخبطيني كده فخلاص اعيط هرموناتنا بتعلى علينا بسرعه. فيعني انا مش مجبره، احنا مجبرين ان احنا نشتغل ونعمل كل ده عشان احنا ستات جدعه بنسبورت رجالتنا. هي شود ابريشيت ان انت بتعملي الحاجات دي عشانك وعشان اولادك وعشان هو قبلهم كلهم. الانجاز اللي انا ممكن اكون برضو بحس ان هو بيفرق معايا جدا في على مدار يومي، اكون بكلم بابا وماما مثلا يوميا، بحس ان انا لو ما عملتش حاجه زي كده لا انا لازم اكلمهم واحسسهم باهميه وجودهم عشان احنا بنغفل عن الحته دي برضو. الناس دي لما بتكبر بتحس ان انت يعني انت سافرتي فشفتي حياتك فبتقبضي يومك مشغول فنسيتينا. الناس دي برضو لا ده كبر وعايز يحس ان انا ولادي رغم سفرهم وغربتهم وبعدهم عني لا انا لسه موجود ومهمه بالنسبه لي. فبحس ان ده يعني ان انت تنقلي طاقتك الحلوه لابوكي وامك دي من الحاجات المهمه قوي قوي. يعني بحس ان هم طول ما هم مبسوطين وراضيين عنك بتفرق جدا في حياتك. يعني ده المكالمة التليفونية للوالد أو الوالدة في اليوم ده إنجاز وطمأنينة. طيب تقولي إيه للناس اللي ممكن يكونوا زينا بس حاسين إن فايتهم حاجة، بمعنى إن لا هم شايفين إن الدنيا بتجري حواليهم، في ناس بتحقق مكاسب وبتحقق مشاريع وأنا قاعدة ما بعملش حاجة، يا دوبك بربي الطفل، يا دوبك بوديه تمرين، هل فايتهم حاجة فعلا؟ احنا مفيش حاجه بتفوتنا غير وربنا مقدرها الاول. اول حاجه انا ما بيفوتنيش حاجه، انا اللي فاتني ده ما كانش ليا،
واللي حلو جاي قوي. وانا لسه ما اخدتوش، فانا مش منتظراه وما اعرفش بالغيب ده، علشان هو ربنا مش عايزني اعرف ايه اللي المفروض انا استناه او اقعد انتظر حاجه معينه. انت لو عشتي على اندم على اللي فاتني او انتظر اللي جاي لي، لا، احنا خلقنا ان احنا نعيش اليوم بيومه، نرضي ربنا، عباده، صلاه، بتعيشي يومك طبيعي، بتاكلي، بتشربي، بتطلعي صدقاتك. لو انت ربنا كرمك بفلوس بتعملي، بتساعدي يومك، خلاص نمتي صحيتي، انا ما فاتنيش حاجه. طول ما انا بصحتي مستور الى حد ما، يبقى انا كده مش فاتني اي حاجه. اللي بيفوتك بقى الناس اللي بتبقى، احنا قلنا ان السوشيال ميديا لما دخلت البيوت وده انا حسيته يعني لفتره مثلا معينه، يمكن قبل ما اشتغل، حسيت ان السوشيال ميديا مدخلالي في حته ايه، انت غدا انت ازاي مش زي الناس اللي على لينكد ان ركب الطياره وسافر سيرتيفيكتس وكورسات ايه يا جماعه، ده انا فايتني كتير. وبوزيشنز. طب السيرتيفيكتس دي يا غدا انت ما عملتيهاش ليه؟ انت اكيد مقصره، اكيد مقصره. لا يا جماعه، انا اكتشفت مش كل السيرتيفيكيت ده اساسا اللي الناس بتاخدها دي معناها ان الناس دي ناجحه. بالعكس، في ناس بتوصل، واتفقنا ان الناس دي بتوصل علشان بتعمل حاجات غير مرضيه لقيمها. وخد بالك الناس دي بتبقى واصله للليفلز العاليه دي وكل حاجه، بس من جواها ده عدم رضا وعدم سلام نفسي، ومفيش اي حاجه ممكن لو اتعاملتي معاها ممكن تكرهي حياتك. بيفقد حاجات، يعني مش بعيد يكون بيجي على اخواته، يجي على اولاده، يجي على مراته، يتجوز عليه. يعني انت بلاش السكه دي. لا مش هنقدر نتكلم، دي حلقه لوحدها. عندي كتير من ده. تمام. فانت بتبقي وصلتي ان انا مش فايتني حاجه. هي الفكره كلها ان انا ببقى حاسه اللي حواليا بيعملوا حاجات، رغم ان انا ممكن يبقى عندي انجاز ان انا عارفه اربي ولادي تربيه كويسه، في حين ان اللي بيشتغل وعنده سيرتيفيكيتس ده لا قادر يربي، ولا عارف يتعامل مع مراته، ولا عارف يتعامل مع ولاده. دي مش كل حاجه بناخدها على محمل ان انا ما حققتش الشغلانه دي او ما اشتغلتش. لا، انا ممكن ابقى قاعده في البيت وبعمل لجوزي حاجات مثلا هو يعني راضي عني، فخلاص كده. في ناس تانية لا، لا هو راضي عنها ولا هي عارفه توفق ما بين ده وما بين ده. هي جاست انها بس انا حققت حاجه لذاتي. وهل هي قدرت ان هي تجمع كل ده؟ لا، هي عمرها ما تقدر، لان احنا بشر. طاقتك بتخلص بتستنزف في شغل، فهتأثري هنا. فلازم يكون انا عندي شعور ان انا لازم اكون عندي بالانس ما بين ان انا مش هقدر احقق ده بشكل فولي، ولا هقدر اكمبليت ده بشكل بروفيشنال. لازم نبقى فاهمين ان انا مش هاخد كل حاجه، فيها صحه، فيها اولاد ربنا كرمني بيهم، فيها في شغل، في ترقيه، في فلوس. ممكن تلاقي فلوس خدتها برضا والدين، دي حته ثالثه خالص. خدتها في ان انا حب الناس عندي يعني الناس المحيطه بيا ناس اساسا بوزيتيف، اصحابك حلوين. في ناس عندها اساسا مشكله ان ما عندهاش اصحاب. فهمتي؟ في حاجات صغيره احنا بنغفل عنها برضو. انا ستيل يعني ممكن يبقى عندي شويه حاجات كده، ممكن الايموشنز بتعلى فيها. بحس الحاجات دي بتبني روحك، وهي اللي روحك طالما مليانه ومبسوطه بتديكي احساس ان انت حياتك دي هتبقى حلوه. كل حاجه فلوس، مش كل حاجه شغل، مش كل حاجه ان انا لازم اعيش في مستوى او ليفل معين. لا، دي مش اساسيه. انا سعيده جدا بالسلام النفسي ده اول حاجه. والروح الحلوه والطاقه الايجابيه. اي حد عارفك عارف ان انت لازم تدي طاقه الايجابيه في اي مكان. بس دلوقتي هننقل بقى لحاجه تانية. يعني مش هتبقى طاقه ايجابيه قوي. مفيش بيت، مفيش حد ما عداش عليه مواقف صعبه. زي ما بيقولوا مفيش بيت ما فيهوش ابتلاءات. لو تقدري تفتكري لنا كده او تقولي لنا ايه اصعب موقف عدى على غاده يعني وطلعتي منه بايه؟ موقف او انا ما بنسوهوش، بس انا ممكن اكون ما بحبش اتكلم فيه. يعني حتى لما بيجوا يسالوني عن مثلا تفاصيل معينه، انا ممكن اقول ان انا عندي مثلا بنتي، اول فرحتي واول حاجه كده، عارفه انت خلصتي كليه ورحتي عشان تشتغلي، واشتغلت شويه وبعد كده اتجوزت وربنا كرمني باول حمل. فما توفقتش فيه، مش ما توفقتش فيه يعني، حصل لي ظروف كده في الحمل مختلفة. أنا ما كانش عندي ليا نصيب في أول بيبي والتاني، والبيبي التالت برضو حصلت إنها دخلت حضانة لمدة تقريبا شهرين أو 3 شهور. دفعت مبلغ كبير جدا. الدكاترة كانوا بيقولوا لي يعني خلاص بقى forget about، يعني إن هي تكون أساسا تكمل. عارفة أنت دخلتي في اختيارات، انت يعني عايزه في صراع ما بينك وما بين نفسك، وانا لسه عيله صغيره. انا مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه اساسا. انت بتقولي ان هي مش هتبقى موجوده، ولا انت بتخيرني ان انا اشيل اجهزه التنفس
وسبحان الله والدكتوره انا ما انساش ابدا الدكتوره دي. انا عايزه اقول لك ان انا كنت يعني يمكن عشان كانت اول تجربه ما كنتش بعرف انام بشكل قوي، ورغم كده انا حسيت ان انا الازمه دي يعني انا كنت بروح برضعها في الحضانه وكانوا بيركبوا لها جهاز الاكسجين تتشال وترجع تاني. هي قصه مأساويه شويه تبان ان هي مأساويه، بس انا كان عندي كام سنه؟ كان عندي خلصت على طول اول ما يعني تقريبا قولي 25 26 سنه 26 تقريبا. ما هي مواليد 2014. فعارفه ان انت تاخدي تجربه زي دي بشكل انت ما عمرك ما هتتخيلي. يعني انا لما اشتغلت في الصيدليه كنت شغلي يعتبر بتعامل مع فئات يعني حد ناس بقى اللي هي بسيطه قوي قوي، فبتقابلي بقى مواقف صعبه، بتقابلي ناس مش عارفه اللي طالع من الناس اللي هي تبع مراكز الخصوبة، مراكز الكلى، الكبد، حالات الكانسر، حالات كتير. فأنا ما عمري ما تخيلت، أنا عمري ما يعني أبقى متخيلة إن أنا أعيش مأساة حد من الناس دي. أنا كنت بسبورت بساعد بدعي له ما تقلقش بتطمني، بس عمرك ما هتبقي في الموقف ده أو تتخيلي ده حاسس بيه. فاهمة؟ يعني اللي شاف غير اللي عاش. بالظبط. اللي شاف غير ده بصي حاجة. انت كنتي قبل ما تتجوزي كنت في الصيدليه بتشوفي الحالات دي، فممكن يعني انا صعبان عليا وبتاع بس بيعدي. فانت بقى خلاص عشتي حاجه مقاربه هي انا عشتها وما كنتش فاهماها وما كنتش مستوعباها، لدرجه ان انا كنت بقى لا مش هتعيشي ليه الاجازه، طب روحي اشتري لنا مش عارف ايه، وتلفي عليه تلاقيه في الصيدليه كلها ناقصه، واتكلم ان كنت حاسه ان انا يعني ايه ده الحاجات دي انا اكبر من سني بكتير. بس انا عايزه اقول لك بقى ان انا جوزي الى الان الى يومنا هذا بيقول لي احنا ربنا بيكرمنا علشان بنتنا، بيقول لي احنا يعني لولاها في حاجات كتير كان ممكن ما تبقاش موجوده. حلوه نظرته قوي. فكان يعني رغم ان انت كست انت محتاجه زي ما قلت لك انت محتاجه حد دايما يطمنك ويقول لك ان الدنيا لسه بخير، ما تقلقيش ما فيش اللي جاي هيبقى احسن. طبعا ما فيش حاجه طبعا بعيده عن ربنا، ان ربنا اساسا هو اللي طبطب عليكي لما بتنزل البلاء، او هنقول ان قدر ربنا في الحاجه دي ان انت تبقي مقدر لك ان انت تعيشي ومعاكي حد مثلا كده. لا ده انا ربنا بيحط عليكي صبر وسكينه وطبطبه على قلبك كده، تحسي ان كأن ما شيء لم يكن مفيش حاجه، وتلاقيها بتتيسر ليكي في حاجات كتير. دايما كان جوزي دايما يقول لي حاجه من الحاجات ان انت ما تفكريش في المستقبل، ما تفكريش في مستقبل ولادك. فكري بس اللي هو ايه على ان انا أأمن لهم مستقبل في حدود المعقول، ما يبقاش هو الهيدك بتاعي كل يوم، ما بقاش انا شايله همهم ان انا ده حاجه انا هعمل ايه لما يكبروا، هعمل ايه. طب ما مش جايز لما نكبر. تلاقيها زميلتي بتقول لي ايه، بتقول لي مش جايز الكوكب ينتهي يا غدا يوم الايام قلت لها يا ستي مش للدرجه دي، يعني احنا نتفائل عشان ده ما يحصل، بس فعلا يعني اسمعي تقولي تلاقي حدث غريب فجاه كده نزل صعقه عليكي. الكورونا الصين بتعمل لنا مفاجآت كل فتره كده، فاحنا يعني وكان نوت اكسبكت ايه اللي هيحصل بكره، بس خلاص احنا راضيين. اهم حاجه ان الواحد يبقى راضي باللي ربنا مقدره ويبقى عنده رضا ان الحاجه دي ربنا عملها علشان حاجه احسن مكتوبه لك بعدين. مش شرط تعرفها دلوقتي، ممكن تعرفها بعدين، ممكن نعرفها اساسا لما نموت، ممكن ما نعرفهاش خالص. بس هو اي حاجه بتحصل لنا سواء خير او شر احنا بيبقى عندنا بس كونسبت بتاع ان انا عايز الحاجه دي فلازم تحصل، وهو ربنا لو منعها بيبقى منعها الخير. انت مش ممنوع ليها عشان انا مش عايزك تعملها، لا او مش عايزك تتبسط، انا منعها عشان خير ليك، ان انت لو عملتها هيجرى لك حاجه تانية. بس فهي من القصص، رغم ان انا على فكره القصه دي بتخليني ادمع، بس انا لما بحكيها بحس ان هي بتبلد معايا ريبلد معايا مشاعر ان انا مريت بتجربه صعبه، وممكن عادي احكيها لاي حد واحسسه ان الدنيا ان شاء الله هتبقى احسن حتى لو انت مريت بحاجه. فلا بقيت بحكيها وبحس ان انا ممكن التجارب اللي قوتني شويه او خلتني قويه في الحياه. اكيد. انا عايز اقول لك انا اعرفك بقالنا 15 سنه، انا اول مره اسمع منك القصه دي، فنشكر البودكاست ان احنا دخلنا في الجوانيات بتاعت غاده. انا عايزه احكي لك كمان بس مش قادره انا اعيط في الحلقه. لا خلاص احنا كنا ماشيين ولا بوزيتيف انرجي وكده، ده الاساس بتاعنا احنا بوزيتيف انرجي، لان دي اللي هتدينا طاقه ان احنا نكمل. انت بوزيتيف انرجي، عشان كده فعلا اول بودكاست كان اختيار
موفق، لان الناس محتاجه تخيف، الناس عندها يعني مش عايزه اقول لك بلاوي وهموم. مفكرة انها دي اعظم حاجة. خلاص وان الدنيا خلاص وقفت. صح. ففعلا لو ما فيش حد حوالينا، ما فيش حد بيتكلم معانا بوزيتيف انرجي، لا الواحد هيتدمر. كنت بقى عايزاكي ايه الحديث او الايه او الحاجه اللي دايما هي مثلا اكتر ايه بتفتكريها، اكتر ايه بتطمنك، تبقى يعني تذكره ليهم. كده صغننه. بصي انا طبعا عندي دايما لما بدعي تلاقيني اول دعوه كده بتيجي على بالي انا لله وانا اليه راجعون، او بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا راجعون. دي من الايات اللي انا مفضله الى قلبي طبعا، وبحس ان هي بتبقى مريحه ليكي نفسيا كده، تحسي ان احنا لربنا واحنا هنرجع له، فايا كان بقى انت مريت بايه فما يعني انت صابر، فانت اختيارك هو الصبر، ايا كان بقى انت مريت بايه فانت هترجع لربنا. دي من الايات اللي انا بحبها جدا. الحاجة التانية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دي من الحاجات اللي أنا يعني ما بنساهاش أبدا، دي دايما برضو ممكن تلاقيني بقولها كتير. أذكار الصباح والمساء بس بصراحة أنا يعني يمكن أكون ما كنتش عرفت قيمتها غير بعد ما اتجوزت. جوزي كان مواظب عليها ودايما بيقولها، طبعا هم إحنا كلنا مقصرين بينساها هو كمان في كتير بس كان بيعجبني فيه إن هو بيقولها وحافظها، فدايما في لسانه. عارفة أنت لما تكوني حافظة الحاجة وبتردديها كتير فأنت حفظتيها، بس هي من الحاجات المهمة قوي. دي حقيقة عايزة أقول لك، وما بتاخدش مننا دقايق، تغفل مننا وبتقع مننا في أيام. يعني عايزة أقول لك مثلا أنا أذكار الصباح ممكن أعمل أذكار المساء يعني ده أنا أساسا دخلت في المساء فأنا انشغلت. بصي أنت أهم حاجة إن أنت تكوني واثقة إن أنت متحصنة، ربنا بيحصنك بالحاجة دي. أنا قلت أذكار الصباح مثلا ورحت الشغل قابلت واحد استفزني عمل لي مشكلة في الشغل، فأنا واثقة إن يا رب انا عشان قلتها فانا واثقه ان اي حاجه هتحصل بعد كده انت هتبقى واقف معايا. اذكار المساء نفس الكلام. من الحاجات برضو انا ماما بقى هي اللي قيام الليل. فكره بقى ان انت تقيم الليل دي يعني خلوه كده بينك وبين ربنا، عارفه انت في حته لوحدك بتنيمي كل الناس هذه الاضاءه والله العظيم دي وشعور بينك، قرب بينك وبين ربنا، بتشتكي بتحكي بصي بتفضفضي بتعيطي بتضحكي، كل حاجه بينك وبين ربنا في التوقيت ده بالذات. وبتصحي انا عايزه اقول لك ان انت لو عملتي كده ونمت وصحيت تحس ان انا زي الفل، مزاجي جميل جدا، صح، يا الدنيا رايقه، الدنيا رايقه وعادي كان شيئا لم يكن. مش فاكره اساسا البهدله اللي انا مريت بيها امبارح كنت بدعي على مين مش فاكره عارفه انت ايه. فشعور بيبقى مختلف تماما. ندخلي في الجانب الروحاني بينك وبين ربنا، دي مهمه جدا. بصي فكره ان انت تجبري بخاطر حد وهو ضعيف بتفرق جدا، او تجبري بخاطر حد هو مثلا بيمر بضيقه في ماليه، بضيقه مثلا نفسيه، ممكن يبقى مضغوط، عارفه ان مثلا عنده مشاكل ضغطاه نفسيا، فانت بتقولي له لا الدنيا لسه حلوه، الدنيا لسه جميله، انت خايف من ايه؟ انت لو عاوزت اي حاجه انا معاك في اي حاجه. فحتى لو انت معكيش بس عارفه الكلمه الحلوه بتفرق جدا جدا، بتدخل السرور على نفس المؤمن، فبتحس ان انت لا بحس ان هي بتفرق جدا. ليه بقى؟ لان انا دايما انا بحب اعمل الحاجه اللي انا نفسي تتعمل معايا. يعني لما اكون انا مريت بظروف صعبه، يا مريت بظروف مثلا كنت محتاجه مثلا حد يقول لي انت محتاجه حاجه مش يعني انت ما تقلقيش ما تخافيش، عارفه انت ربنا بيكرمك ان في ناس بتقف معاكي انت ممكن ما تعرفيش عنها حاجه، بس انا عارفه الشعور ده فمريت بيه. بيقول لك دايما فاقد الشيء لا يعطي، مع ان فاقد الشيء بيعطيه اكتر كمان، لانه بيبقى عارف قيمه الفقد ده. يعني تلاقي مثلا الام اللي ما عندهاش اطفال تبقى احن الام على الاطفال التانية، يعني الامهات التانية قصدي. يعني ايه فقد الشيء لا يعطي؟ هو فقد الشيء بيعطيه لانه فقد عنده، فبالتالي بيدعم اي حد عنده مشكله في الحته دي لانه اكتر حد حس. ده غير كمان ان انا عندي مبدأ كده اللي بعمله دلوقتي، انا ببقى يا رب منتظرة انه يتعمل لاولادي. دي حاجة بقى من الحاجات انا ما احبش ابدا اشوف مثلا اهلي اخواتي جوز اختي، حتى لو جوز اختي برضه بقى يعني عارفة تحسي ان هو ده مسؤول مننا. عارفة انا بحب فكرة ان انتي انا كفاميلي او كأسرة او كصداقات، في صداقات كمان بتوصل درجة الصداقة بينك وبينهم ان هم كانهم اخواتك واكتر من اخوات كمان. ده ممكن تقف معاكي في زنقة اخوكي او اختك ما وقفوش معاكي فيها، انا لازم الحتة دي اقويها قوي قوي
بيني وبين الناس مم. اللي حواليا، علشان لو حصل لاي حد منهم وانا مش موجوده. انا عندي الكونسيبت ده قوي جدا، لو انا مش موجوده الناس دي ربنا هيسخر لها حد يعمل لها اللي انا كنت دايما ان هو في مردود انا هيجي لي بصوره ما، هتعود على عيلتي على اولادي. ربنا لازم زي ما انا اديت فعلا حاجات أيوة. حلوه هيرجعها لي في الحاجات اللي انا اتمناها. صح. انا يعني سعيده جدا. انا كمان والله. بصي يعني هي تجربه بالنسبه لي جديده، واول مره كلنا والله اتكلم فيها مع حد. ما كنتش متوقعه ان انا اطلع حاجه اساسا، يعني كنت حاسه ان انا هصمت كده مش لا لا لا، احنا بنعرف نطلع يا فندم الكلام ده. انا عايزه اقول لك يا فندم ان احنا ما طلعناش كل حاجه. ده انت ده احنا عشتي الحته دي. بصي شوف، كل اللي يعرفك عارف الطاقه الايجابيه حتى في كلامك. انت ما فيش جمله بتعدي غير لما بتضحكي. فبس ما يعرفوش ان اكيد غاده مرت بحاجات ما يتخيلوهاش ولا يبان عليك ده. لا يا جماعه، هو مش معنى ان هو بيضحك ومبسوط وبيحاول يحسسك ان الدنيا حلوه انه ما مرش ببلاوي، انه ما مرش بابتلاءات صعبه ما كانش عارف ازاي يخرج منها. فانت خير مثال. بس والله بتحرجيني جدا، وانا يعني انا معاكي في اي بودكاست انت بتحتاجيني الفتره الجايه. لا ان شاء الله اكيد هنكرره تاني، ونسمع برضو عن انجازات وحاجات تحسس الناس ان الدنيا لسه بخير، ان احنا يا جماعه مش فايتنا حاجه، وانت انجازك في اليوم في ابسط الاشياء اللي بتعملها، فدي اعظم انجازات. انا بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده، والله بالنسبه لي لا دخل قلبي جدا وحسيت ان انا فضفضت. بس بجد انا اللي سعيده بمقابلتك، وان شاء الله بتمنى النجاح للبودكاست اللي جايه، واكيد انا هكون معاكي بقى في اي سكسس ستوري جايه عليا ان شاء الله. اللي جاي كله نجاح باذن الله. نشوف بقى تعليقات الناس، ولو في حد مر بنفس التجارب منتظرين اسئلتكم ورأيكم في الحلقه. وانا اتشرفت بيكي، وان شاء الله اشوفك